الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الأعزاء، نحييكم من جديد في هذه التغطية خاصة لقضية تشغيل الرأي العام. نقف اليوم أمام حادثة أثارت استغراب كثيرين وفتحت باب الجدل على مصرعهن في القرار الصادر عن مدير إحدى المدارس بمنع الأخوات المنتقبات من الدخول حرم المدرسة. هذا القرار المفاجئ أثار تساؤلات حول حقوق هؤلاء الطالبات وما موقف المؤسسة التعليمية من حريتهن الشخصية. في هذا الفيديو سيحدثنا الأخ والأستاذ ياسين الملقب بمو الفقية الناشط المعروف بدفاعه عن حقوق المنتقبات عن خلفيات هذا القرار والتفاصيل ما جرى خلف الأبواب المغلقة. سنكشف معه التفاصيل دقيقة حول استمرار منع الطالبات والأوامر التي وجهها المدير للحارس بمنعهن، وسنتطرق إلى تصرفات غريبة من هذا الحارس لم تكن في الحسبان. كما سيوجه الفقيه نداء مؤثرا للعلماء المغرب حول هذه القضية، وسنلقي الضوء على الشكوك التي تثير حول وجود ضغوطات خارجية تقف وراء هذه القرار. سنتطرق إلى موقف المدير الغامض حيث اختفى عن الأنظار عند وصوله المفوض القضائي في المشهد يثير التساؤلات. وأيضا سنتحدث عن التناقضات بين الحقوقيين الذين اتخذوا موقف مزدوج اتجاه هذه القضية. والآن دعونا نستمع إلى مو الفقيه حيث سيكشف لنا عن حقائق وأسرار غير متوقعة أول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بخصوص الموضوع ديال التلميذات المنقبات الممنوعات في بعض المدارس التعليمية، اليوم كذلك مع الصباح المدير عطى الامر للحارس، قال لي ما تخليش البنات يدخلوا، والحارس مشكور ماجور. داك الحارس ربطو حره ولاتو حره مغربيه، عارف القانون وعارف لي واللي عليه. قال المدير، قال لي انا ما عنديش الحق نمنعهم، الا بغيت منعهم انت منعهم، لان عارف الحارس الا منعهم انه حتى هو غيدخل المشاكل وغيدخل معاه ونثقوا جايبينه في المحكمه طلع هبط، عارف اللي ليه واللي عليه. السيد باغي ياكل ويشرب ويتكمش ويدير الوظيفه ديالو بلا ما يخدم اجندات خارجيه، لان ولينا كنحسوا بان هذا الموضوع هذا ولا في حرب الوكاله. هاد الناس انا كنعرف، انا سمعت من ناس قراب من هاد المسؤولين هادو كيقولوا بانهم خوافين العاجل. كيفاش كيديروا هاد الناس هادو؟ انا كنعرفهم كيقولوا خوافين، ما بغاو المشاكل ما بغاو والو، ولكن كيقيدوهم لعلهم كيقيدوهم شي ناس، لعلهم مدفوعين بعض جهات مخبيين الان، ونهار غيوقع المشكل ونهار غيبقى ديهم استدعاء ونهار غيوصلوا المحاكم غادي يرجعوا دوك الجهات اللور وغيتخباو وغيبقاو هو منه المشاكل. وانا كنقول باقي كنجدد اللقاء اللي كيدير شي قرار، شي مسؤول كيدير شي قرار تحمل مسؤوليته. راه الموضوع اقسم بالله الذي ضرب بس هو ينقلوا على القضيه. انا نحلف ايمان مغلظه بانني ما غندخل عليها باذن الله حتى اننا ناخذ الحق. هذه رساله للشيوخ والعلماء والدعاة وطلبه العلم والفيسبوكيين وكذا اللي كيتخباو دابا وكيبكيو وساكتين. خباو دابا، ما تهضروش على حقكم، سكتوا، خليو اعضاء الله يخدموا، خليهم يتكتلوا، خليهم يديروا جهدهم، خليهم هما دابا خدامين. انت نعس تبع الكره وتبع اللعب وتبع الطرولات وتبع كذا وتبع كذا وتبع الاخبار الخارجيه، وخلي البلاد اللي كيهدموا هذيك من الداخل. هذا القانون هذا وهذا القرار هذا راه وراءه ما وراءه، وانا اعي ما اقول. يعني عجيب هادشي هذا، بوجه القانون المغربي بوجه القوانين الدوليه اللي كتمنع انك تحرم انك تمنع الدراري من القرايه. اليوم جا عند البنات وقال لهم خرجوا ما تقراوش، بقى لهم غير يدفعوهم. انا بغيت شي لجنه تجي الثانويه تسول التلاميذ، بغيت شي لجنه تجي دير تحقيق. اليوم جا مفوض قضائي الثانويه مع اولياء الامور، قال لهم البنات عطينا القانون باش القانون الاساسي اللي حنا كنخالفوه، قال لهم ما عطيكم تجي ولي الامر. العشيه جا ولي الامور ديال البنات، سمعوا جاوا البنات ولاد الامور ديالهم مفوض قضائي، المحامي مفوض قضائي، ومشى تخبى في البيرو سد عليه، تيجي عنده السكرتير ويتكلم فيه ويقول له ما مساليش. كون راجل ما مخبي، كون راجل واجه القرارات ديالك واجه المصير ديالك. هذا هو التقليد تحت الجلابه، راه هو هذا هو فاش يكونوا بوحدهم يحضر عليهم ويطاول عليهم، وفاش يجي القانون يجي غادي يتخبى. كون راجل واجه المصير ديالك، كون راجل تاخذ قرارات قانونيه، راه غادي يكون كل واحد يتحمل مسؤوليته. راه الحمد لله باذن الله ما غنمشيو يا ما يتمنع يقعد على كلشي يا ما يقراو البنات، راه ما عندناش حاجه مغربيات، عندنا واحد مغربي. ختاما، نسأل الله أن يحفظ هؤلاء الطالبات وأن ييسر لهن مخرجا كريما، والآن وأن يحفظ بلدنا وسائر البلاد المسلمين، وأن ينصر المستضعفين في الأرض العزة والكرم والسودان، وأيضا لبنان الجريح في كل مكان. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.